عسلامة، مرحبا بكم في قناة فيجن جوي. ما شاء الله رمضانكم مبروك، صحتكم عال العال. كما تعرفوا شهر رمضان شهر فضيل، شهر صيام عطاه لنا ربي باش نعيدوا فيه ترتيب نظامنا بما فيه النظام الغذائي الصحي اللي والم بدنا. هذاك عليه جيتكم بوصفات صحية مغذية وبنينة برشا. هيا تبعوا معايا. اول حاجه باش نحضر كعبه تمر فخسي، وانتبهوا لي على الفخس هوني على خاطر فيه قيمه غذائيه كبيره برشا. باش ناخذ زوز مغارف كبار سينوش، زوز مغارف كبار حب رشيد، وزوز مغارف كبار شيا. وهذوما بذور تلقاوهم متوفرين بصفه عامه عند التوابليه. باش ناخذوهم مع بعضهم ونخلطوهم ونحطوهم في الرحايه نتاع الفاكهه ونرحيوهم حتى يوليو بودر، ونخبيهم في حكه ونستعملوهم مده شهر رمضان كامل. هذه خلطه راهي غنيه بالمعادن والالياف والفيتامينات والدهون الصحيه اللي تمد الجسم بالطاقه والحيويه. توا ننتقلوا باش نطيبوا الشوربه اللي ما تغيب على طاوله رمضان في اول نهار، شوربه الشعير بدون منازع. الشوربه البنينه والمغذيه وخاصه الصحيه اذا كان بطبيعه طيبناها بطريقه صحيه. ونبداو بسم الله. باش ناخذوا راس بصل الاخضر نقصوه جويد ونقليوه في زيت زيتونه. من بعد باش ناخذوا كعبتين طماطم فريش نرحيهم ونضيفهم للطنجره. وعلى فكره يا جماعه انا راني ما نستعملش الطماطم كونسونطري، كان كيف نعملها انا في الدار. لهنا باش نضيفوا مغرفه كبيره هريسه عربي، مغرفه كبيره ثوم، لكن باش نحطوا كونتيتي نتاع ثوم من الاول الشطر والشطر الاخر نخليوه في الاخر. لفحات باش نسحقوا مغرفه كبيره فلفل زينه، مغرفه كبيره تبرو كرويه، مغرفه صغيره كركم ملح، ومغرفه صغيره فلفل اكحل. بعد ما تقليوا الكل مع بعضهم باش نضيفوا 200 غرام حمص. من بعد نضيفوا كونتيتي كبيره نتاع ماء، انا هوني استعملت حوالي لتر وشويه، وديما عينكم ميزانكم. نخليوا الحمص يطيب شويه، من بعد نخلطوا عليه فنجان شوربه شعير، والشعير راهو يقبل تياب اما ديما حركوه وتفقدوه. كلمسه اخيره باش نضيف الكلافز اللي بالحق تبنن شوربه الشعير. كيف يطيب كل شيء نضيفوا الشطر المغرفه نتاع الثوم ونغطيو عليها ونطفيو الغاز، وننتقلوا للدبره الثانيه اللي هي باغكيت فرسي بالسلطه مشويه. باش ناخذوا كيلو فلفل عليه 3 كعبات طماطم، ولهنا الكونتيتي عملتها انا بزيد خاطر باش نعملها سلطه مشويه اكوتي، وباش ناخذ منها شويه للفخس. وإن فوا تشويو نحطوهم يبردوا في عقلهم ونلفوا عليهم بالكدا. في نفس الوقت نكونوا حاطين كعبه بطاطا تتسمط. اون فوا تسمطت نضيفوا لها المعدنوس والبصل انديغي نحضروا في الفارس نتاع البريك. من بعد ننتقلوا باش نحضروا وصفتنا الثالثه اللي هي برغل ازعر بالجلبانه. باش نقصوا شطر راس بصل اخضر، مغرفه صغيره ثوم، ونخليهم يتقلاو في زيت زيتون. من بعد نضيف 200 غرام جلبانه. ننتقلوا للفحات باش نحطوا مغرفه كبيره تبلو كرويه، زعتر وكركم، ملح حسب الذوق، فلفل اكحل، ومغرفه صغيره زنجبيل. لهنا نضيفوا الماء تدريجيا ونخليوها تتقلى شويه. من بعد باش نضيفوا 100 غرام برغل ونغمروا عليه بالماء، حكايه دريجين نتفقدوه. اون فوا شرب ماء نطفيو عليه. ننتقلوا للسليطه نقشروها نهرسوها ونفوحوها بمغرفه كبيره ثوم، ملح، ومغرفه صغيره تبرو كروي. باش ناخذ 3 مغارف كبار سلطه مشويه ونضيفوا عليهم هيك الفاخس اللي حضرناه قبيله، ونمزجوهم مع بعضهم حتى يولي الخليط متماسك. هوني عندي باغكيت بالسميد وزيت زيتونه حضرتها في الدار، اتو نهبط لكم الوصفه. وهوني الحشو الزلزالي 9 كعبات باغكيت. ومش نحطهم على درجة 180 10 دقائق ونطفي عليهم. شوفوا لي هاك المنظر يرد الروح، وجات بنينة 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 برشا. تو ننتقلوا للسليطة، شللتها نظفتها وقصيتها. وسلطتنا متكونة من ليتو طماطم وفلفل. هنا باش نحضروا الفينيغريت، شطر مغرفة صغيرة جلجلين بات، مقدار مغرفة كبيرة خل قارص، زيت زيتونه، ملح وفلفل اكحل، مغرفة صغيرة ثوم، مغرفة صغيرة زعتر. باش نحطوا عليهم شوية نعناع شايح. وهكا ماكلتنا حضرت، طاولتنا مزينه باطباق صحيه واقتصاديه زاده. ان شاء الله الوصفات عجبوكم، واستنوني في فيديوهات جديده من سلسله طاوله رمضان بلاش الحام. ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وتوا نقولكم شهيه طيبه وفي امان الله. الشوربه اي اش قلت لي انت توا ديليشيس؟ بنينه شوربه بنينه ودليشيس.